اهم مباريات الدوري الانجليزي الجوله ال 14. طبعا اول مباراه معانا ما بين ليفربول وساندرلاند. ليفربول اتعادل مع ساندرلاند 1-1 وتستمر تعثرات ليفربول مع ارن سلوت. يعني ليفربول هذا الموسم سيء جدا مع ارن سلوت. بيتعادل طبعا، طبعا تقدم ساندرلاند وبعد كده سجل هدف التعادل فلوريان فيرتس اللي تقريبا اتحسب هدف عكسي اصلا على مدافع ساندرلاند. وطبعا فيدريكو كيزا بالمناسبه شال كوره يا جماعه على الخط. لكن طبعا فيدريكو كيزا لازم ياخد فرصه. هي احدى اخطاء ارن سلوت ان هو مش بيعتمد على كيزا او مش بينزله كل ماتش كبديل. لكن طبعا تعادل مخيب للامال وتعادل سيء جدا بالنسبه لليفربول في الدوري الانجليزي. ثاني مباراه معانا ما بين ارسنال وبرنتفورد. ارسنال يفوز على برنتفورد 2-0. عالمي جدا الجونرز. ارسنال في الصداره ب 33 نقطه، عالمي جدا. بيسجل اهداف بوكايو ساكا وميكيل ميرينو، وايضا ميكيل ميرينو بيعمل اسيست لبوكايو ساكا. عشان كده ميكيل ميرينو عالمي جدا، هدف واسيست. كان سجل امام تشيلسي في عالمي. جونرز هذا الموسم عالمي جدا مع مايكل ارتيتا ما شاء الله. طبعا ثالث مباراه معانا ما بين مانشستر سيتي وفولهام. مانشستر سيتي يفوز على فولهام 5-4. طبعا بمباراه مثيره جدا. مانشستر سيتي كان كسبان 5-1. من 5-1 لمانشستر سيتي ل 5-4 سجل فولهام 4 اهداف. لكن طبعا سجل السيتي ايرلينج هالاند سجل هدف. فيل فودن بيسجل هدفين. رايندرز سجل ايضا. ومدافع فولهام كان سجل اون جول هدف في نفسه. لكن طبعا عالمي جدا ايرلينج هالاند هدف واسيستين. لكن فوز السيتي فوز مهم جدا في البريمير ليج يخليه في المركز الثاني.